عمر وبيكا وشاكوش في العيد بنمر عربيات ب50 مليون جنيه. أنا في البلد دي عظمة. بعد ما ظهر الثلاثي بيكا وشاكوش وعمر كمال جنب عربيات مكتوب أسمائهم على لوحة النمر، واللي بتبقى نمر سبيشال ومعمولة مخصوص ليهم. والعربيات اللي ظهرت عربية عمر كمال واللي عليها لوحة عين ميم ر 111، وحسن شاكوش واللي عليها لوحة ح س ن 666، وحمو بيكا ح ميم واو 333. وكانت عربيات عمر كمال وحمو بيكا من نوع مرسيدس جيب، واللي بيتراوح سعرها من 5 ل 8 مليون جنيه. أما سيارة حسن شاكوش فكانت من النوع البي ام دبليو. وعمر كمال هو اللي أثار الجدل بنشر فيديو على حسابه الرسمي على الانستجرام وهم بيصوروا كواليس الفيديو كليب وبيرقصوا على ألحان أغنية الشمتانين مستغربين إني لسه بخير. والعربيات ونمرها وكلمات الأغنية استفزت الجمهور وتفاعل عليها، وعلق على ظهورهم بالعربيات الفارهة وقال شقيوا بجد، حصاد سنين وتعب ما شاء الله، نمر العربية بتمن العربية، لا تعليق. صورة ب100 مليون جنيه. طبعا دي كانت أغلب التعليقات اللي بتسخر من الثلاثي اللي وصل لدرجة من الثراء الفاحش في سنين قليلة جدا من غناء المهرجانات. الكليب اللي أثار الجدل ده هو كليب أغنية أنا في البلد دي عظمة، واللي اتعملت لعيد الفطر. والأغنية دي من كلمات مصطفى الجن وإسلام المصري وتوزيع إسلام ساسو. كلمات الأغنية بتقول أسند بلد ولا 100 بلد يا زميلي تسندني، أخوك أسد بس الحسد هو اللي رقدني، رب العباد جالي في الميعاد قواني وساعدني. وحقق عدد كبير من مطربين المهرجانات في السنين الأخيرة شهرة وثروة كبيرة مع انتشار عدد من مواقع الفيديوهات عن طريق السوشيال ميديا، ومنهم موقع تيك توك واليوتيوب، لدرجة أن المطربين بقوا مهووسين باقتناء العربيات الفارهة بجميع ماركاتها، خصوصا ان انتاج المهرجانات دي غير مكلف انتاجيا، وتكلفة اغاني المهرجانات لا تتعدى 4000 او 5000 جنيه. وعلى الرغم من ان كان فيه هجوم كبير من الفنانين، ونقابة المهن الموسيقية اصدرت قرار بعدم التعامل مع مطربين نجوم المهرجانات وعدم ظهورهم في المنشآت السياحية او البواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات، الا انهم اصبحوا نجوم الساحة الغنائية خلال الاونة الاخيرة. وتصدر المطرب الشعبي حسن شاكوش الترند سنة 2021 على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ما وصلت أغنية بنت الجيران للمرتبة الثانية على الموقع العالمي ساوند كلاود. وعدد متابعي قناته على اليوتيوب عدى في 2023 8 مليون متابع، وتخطى عدد المشاهدات الإجمالية للقناة أكتر من 800 مليون مشاهدة. وبقى شاكوش واحد من أبرز مطربين المهرجانات في مصر خلال الفترة الحالية، وبيوصل حجم أرباحه الشهرية اللي بيحققها عبر قناته لأكتر من 400 ألف دولار شهريا، وبيوصل حجم الأرباح السنوية ل5 مليون دولار. وحقق عمر كمال على قناته الخاصة على موقع اليوتيوب أكتر من 3 مليون متابع عشان يحقق مشاهدات أكتر من 100 مليون، ويزيد دخله الشهري عن 50 ألف دولار بإجمالي دخل سنوي مليون دولار سنويا. كذلك حمو بيكا اللي بقى مقدم برامج وصاحب مطعم وفلوسه كلها في الذهب، واللي بيوصل متابعينه لأكتر من 2.5 مليون مشاهدة، وأرباح قناته بتعادل أكتر من 20 ألف دولار شهريا. وبقى حمو بيكا من أشهر مطربين المهرجانات الشعبية، ودايما بيثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حمو بيكا وعمر كمال وشاكوش من مواليد مناطق شعبية بسيطة ومن أسر متواضعة وفقيرة. يعني حمو من مواليد مدينة الدخيلة في اسكندرية، وما كملش تعليمه وخرج من المدرسة الابتدائية، عشان كده لا بيقرأ ولا بيكتب. وكان بيشتغل في بداية حياته سواق وصبي جزار، وبدأ مشواره الفني سنة 2017 من خلال إحياء الحفلات بأغاني المهرجانات، وبدأت تتوسع شهرته عبر السوشيال ميديا. وزي عمر كمال اللي بدأ حياته العملية في محافظة السويس، واللي كان بيشتغل في بنزينة وبعدها عامل نظافة وديليفري وفرد أمن. في النهاية مستنين آرائكم وتعليقاتكم على الثراء الفاحش اللي بيحققوا النوع ده من المطربين، واللي بقى في الآونة الأخيرة مبالغ فيه جدا.